إذا كنت من عشاق المنتخب الجزائري، لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت جملة من القرارات الانضباطية تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخب الجزائر والمغرب في نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، الذي أقيم يوم الخميس 8 سبتمبر 2022. وجاءت القرارات على النحو الآتي: تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب120 ألف دولار أمريكي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب. ثانياً، تغريم المنتخب الجزائري ب25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي. ثالثاً، إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن إيدير 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي. وتغريم المنتخب المغربي ب25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري. وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف، ويؤكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.